من بين كل الأسرار التي حيرت العقل البشري يظل الزمن هو الأغرب. نحن لا نراه ولا نلمسه ولا نسمعه، لكنه يتحكم بكل شيء حولنا، من حركتنا إلى أعمارنا إلى مصير الكواكب والنجوم. لكن هل الزمن يسير في خط مستقيم لا عودة فيه؟ أم يمكن العودة إلى الماضي أو القفز إلى المستقبل؟ في حياتنا اليومية يبدو الزمن شيئا لا يقاوم، يمضي بنا إلى الأمام دون رجعة. ولكن في عالم الفيزياء القوانين قد تفتح لنا أبوابا لم نفهمها بعد. نظرية النسبية لأينشتاين تقول إن الزمن ليس مطلقا بل نسبي، يبطئ حين تقترب من سرعة الضوء ويختلف من شخص إلى آخر إذا كان كل منهما يتحرك بسرعات مختلفة. هذا يعني أن السفر إلى المستقبل ليس مستحيلا علميا، بل إنه حدث بالفعل على نطاق صغير جدا. رواد الفضاء الذين يدورون حول الأرض بسرعات كبيرة يعودون بزمن أبطأ منا، أجزاءهم من الثانية فقط، لكنها حقيقة علمية ثابتة. أما العودة إلى الماضي فهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية. القوانين لا تمنعها تماما، ولكنها لا تفسرها أيضا. بعض النظريات تقترح وجود أنفاق زمنية تعرف بالثقوب الدودية، إن وجدت قد تفتح ممرا بين نقطتين في الزمان. ولكن المشكلة أن هذه الثقوب غير مستقرة، وقد تنهار قبل أن يستخدمها أي مخلوق. بل إن كثيرا من العلماء يعتقدون أن العودة إلى الماضي قد تخلق مفارقات لا يمكن حلها، مثل أن يعود شخص ليمنع نفسه من الوجود. هل سيختفي فورا؟ أم سيتغير الزمن نفسه؟ أم أن سننتقل إلى واقع مختلف؟ هذه الأسئلة لا تزال بلا أجوبة، وربما لن نعرفها أبدا. وربما يوما ما نكتشف أن الزمن ليس شيئا نتحرك فيه، بل وهم نحن عالقون فيه. لكن الأكيد أن الإنسان منذ الأزل أراد شيئا واحدا: أن يتخطى الحدود، وأن يسيطر على الزمن قبل أن يسيطر عليه الزمن نفسه. فسبحان من جعل الزمن سرا وجعل في داخلنا شوقا لا ينتهي لفهمه.